مفيش أشعة بتشخص كانسر، مفيش أشعة تقول إن أنا عندي سرطان. لازم العينة هي الوسيلة الوحيدة الصحيحة اللي تشخص ورم في الثدي بالتحديد، وتقول لنا إذا كان الورم ده خبيث ولا حميد. الأشعة عمرها ما تشخصنا، الأشعة مجرد اشتباه لشكل الورم في الأشعة دي يمشي في سكة الحميد أو لأ، واستحالة إن أنا أعتمد عليه في إن الورم ده حميد وأقول تمام خلاص أنا متأكدة. أحكي لكم حكاية بسيطة جدا. حالة بعتت لي على الفيسبوك بتقول شوفي الأشعة دي كويسة ولا لأ. بصيت في الأشعة لقيت فيها إن فيها ورم حميد مقاسه سنتي ونص في سنتي. سألتها عندك كام سنة؟ قالت لي 61 سنة. طب 61 سنة هل هآمن لشكل كلكعة في الأشعة وأقول لها تمام أوكيتي حميدة؟ أصريت إنها تاخد عينة، وللأسف ما سمعتش الكلام وراحت عملت عملية، والعملية طلع إن الورم خبيث. وطبعا كان المفروض ناخد منه عينة الأول ونعمل عليها تحليل دلالات هرمونات ونعرف إذا كان هو النوع اللي ناخد علاج الأول ولا كيماوي الأول، وبعد كده نبدأ الخطة العلاجية بتاعتنا. لكن إحنا كده هي بدأت غلط للأسف، واكتشفت إن الورم خبيث بعد ما اتشال، ومضطرة تدخل عمليات تانية عشان تكمل إنها تشيل حوافل الورم وتشيل الغدد الليمفاوية تحت الباط، إن لم يكن هتستدعي إنها تعمل استئصال للثدي كله. وكل ده بيبقى ما يضمنش، طبعا كل حاجه بايد ربنا، بس ده ما يضمنش ان احنا نوصل لنسب الشفاء ونسب عدم الارتجاع اللي مكتوبه في الكتاب على حسب الحاله بتاعتها، لانها ما مشيتش على الخطه الصحيحه او الخطه العلاجيه التشخيصيه الصح اللي تؤدي لافضل نتائج موجوده في الكتب باذن الله. يا رب نستفيد من التوعيه اللي احنا بنسمعها، وما نتسرعش مع اي دكتور انه يقول لنا نعمل عمليه. لازم نتشخص صح، ولازم نعمل الفحوصات صح عشان نلاقي النتائج في الاخر صح. نقدر نبحث ونقدر نعمل سيرش دلوقتي على النت وعلى جوجل، نقدر نوصل للمعلومه بمنتهى السهوله، مش نسمع الكلام ونروح ننفذه ونتورط في جراحه كان ممكن نتفاداها ويبقى طريقه العلاج بتاعتنا مختلفه كتير. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، اتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومه ديت، ويا رب يكتب لنا كلنا السلامه ان شاء الله ويبعد عننا الشر والامراض.